السلام عليكم. بعد 4 أشهر من البحث العميق في ملف مولينكس آدم وآدم بن شقرون، حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة 6 سنوات سجنا نافذا لكل من مولينكس آدم بن شقرون. وآدم بن شقرون قد وجه اتهامات خطيرة لأمه ومولينكس باستغلالها واستدراجها لسهرات خاصة في فضاءات فاخرة لاستغلالها جنسيا من طرف أجانب مقابل مبالغ مالية مهمة. ولقد تحدث آدم بن شقرون عن تفاصيل استدراجه لإحدى السهرات بالمدينة الحمراء مراكش عندما كان قاصرا، عبر إدخاله في صندوق السيارة إلى إقامة فاخرة وتم استغلاله جنسيا، فضلا عن استغلال هويته في مجالات تجارية ومالية من قبل مولينكس. وهذا الأخير يعني مولينكس قد نفى التهم المنسوبة إليها. وتنطوي هذه الشهادة عن وجود عصابة إجرامية خطيرة تتجر في البشر واستدراج قاصرين لفضاءات مغلقة واستغلالهم جنسيا. وهذا الشيء خطير ويستدعي الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الأغبياء اللقطاء. فهؤلاء الوحوش الأدمية يجب أن يطبق عليهم قانون الإرهاب، لأنهم يرهبون الناس، ينشرون الرذيلة والفساد في المجتمع. تستغل ابنها فلذة كبدها جنسيا مقابل المال، هذا غريب على المجتمع المغربي. نعرف بأن بعض الأمهات يستغلن بناتهن جنسيا، ولكن ليس الابن، ولكن من زرع حصد، اللي زرع شي حاجة كيحصدها. المجرمين الوحوش الأدمية. وكذلك قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئناف بطنجة غرامة مالية قدرها 1,000,000 درهم لكل واحد منهما. هذا هو الحكم. ادي باباه للحبس، حيد له الفلوس، شد له القنوات، خليه كي الكلب تيموت كي الكلب. بحال هاد الناس ما خصهمش الرحمة أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.